بسم الله. الشخص ده راكن الحب ورا ظهره هنا، مع ان هو من جواه متمسك بيك جدا. يعني هو متعمد ان هو ما يبينش حب هنا. بعدين الشخص دوت متغير عليك، بيعاملك بطريقة مش كويسة، خلاك تمشي من كتر ما هو طريقته جافة وقاسية عليك هنا، مع ان هو عينيه طالع عليك. انت بالنسبة له امبرس هنا. الشخص دوت عايز يفرح معاك وعايز يرجع يرتبط بيك هنا، وطاقته كلها حب هنا وخسائر من بعدك، بس مقوي قلبه، مش عايز يعترف بالحب. الشخص ده رافض ان هو يبين مشاعره، رافض الحب هنا، مش عايز يبين الحب، مش عايز يعترف ان انت حب حياته، وان انت اكتر حد هو بيحبه في الدنيا دي كلها. وافتقد لافرز هنا. طب ليه هو مش عايز يعترف بكده؟ شخصيته اولا عنيد الشخص ده وتقيل، وما بيحبش يتنازل وما بيحبش يعتذر، ونرجسي في اسلوبه، ما بيحبش يقول ان هو غلطان، وبيقلب الترابيزه دايما، وعندي، وبيحبك انت اللي تاخد الخطوه وانت اللي تجري وراه. بيحب الألاعيب دي قوي، هو ده أسلوبه، مع ان هو بيتمناك جدا وعايزك هنا وعايزك في حياته، ونفسه تكون معاه هنا هوت، ونفسه في نصيب ما بينكم، لكن بيتعمد البعد. الشخص ده بيبين ان هو مش كويس معاك وان هو مش عايزك، مع ان هو بيحبك جدا. بيعمل معاك مشاكل بسبب الحكاية ديت، وما بياخدش ان هو خطوات، وبيعمل مسافات بينك وما بينه، وممكن يكون فيه هنا بلوكات. ومشاعره بقى يعني جواه ان هو شوق وحنين وغرام واشتياق وغيرة وكل حاجة، وشغف عليك مش طبيعي، لكنه ما بيقولش حاجة، ما بيبينش. بيبين فتافيت حب واهتمام هنا. يبقى عايز يعمل معاك خطوة ويصلح فيها كل حاجة، وما بيعملش اي حاجة، بيخبي مشاعره جدا. الشخص دوت بيخاف ان هو يبان ضعيف، بيحس ان هو يظهر مشاعره هنا او حبه ليك ان هو بيضعف قدامك هنا. بيحب دايما يبين ان هو مش مهتم، وانت بقى اللي تجري، وانت اللي تحاول، وانت اللي تطارد. يعني هو طباعه صعبة قوي هنا. الشخص دوت واضح له جدا انك انت احسن حد يمكن قابله في حياته هنا، سواء شكلا او موضوعا. عامل ناس كتير قوي، شاف ناس كتير قوي قبلك وبعدك، وانت بالنسبة له لا قبلك ولا بعدك. متعلق بيك جدا، فاهمك كويس قوي وبيدرسك كويس قوي. الشخص دوت يعني كاسر قلبك بان هو مش بيعمل اي خطوة كويسة معاك، وان هو هنا ظلمك. هو ظلمك في العلاقة دي، وعارف ان انت شايل منه. ليه بقى؟ لان الشخص دوت عارف انك انت كان عندك هنا حالة اجتماعية. ممكن يكون في هنا فروق يا جماعة، فروق مثلا في السن، فروق مثلا، يعني انت كنت متجوز قبل كده، او في هنا اولاد، او في هنا حالة اجتماعية قديمة، او كلام من ده. الشخص دوت عارف كده، عشان كده هو مش عايز يعني يكون في حياتك هنا. شايف ان ظروفك لا تسمح، في اختلافات هنا ما بينكم في الظروف، مخليه مش عايز ياخد الخطوة دي. بيراقبك ومنتظر. هو مش عارف اصلا العلاقة دي رايحة على فين. هو لو عليه نفسه يرسم معاك، نفسه يرتبط بيك. ممكن يكون في هنا رفض من الاهل مثلا. الشخص دوت متضايق جدا على الوضع دوت، عشان كده هو مش بيشجع نفسه ولا بيقرب منك في العلاقة ديت، ولا عايز يعني يعشمك بيه، ولو ان دوت مضايقه جدا هنا. طيب نشوف اكتر هنا. الشخص ده رافض هنا، رافض العشر سيوف هنا. يعني الشخص دوت على قد ما هو بعدين هنا هوت ومش عايز يقرب منك، الا ان هو رافض كده ومتألم جدا، وعارف ان هو مألمك برضو، عارف ان هو جه عليك هنا، لان في حب كبير ما بينكم هنا. وهو رحل عن العلاقة ديت، مع ان انت معطاء كمان في العلاقة دي قوي، معطاء جدا. هو اللي اتصرف معاك باسلوب مش حلو، يعني هو اللي ما كانش مسؤول ولا ملزوم، واتصرف كده بطريقة يعني مش ناضجة. يعني ايه المشكلة في ظروفك؟ يعني ما كل الناس عندها ظروف، محدش يعني كامل هنا. لا، هو خد موقف الاول وشايل قلبك وقلبه الهم. الطاقة دي مشتركة هنا، الظروف هنا مأيداه. الحاجة الخاصة بيك القديمة، يعني الشخص اللي كان في حياتك قبل كده، هو مش عايز حد كان مرتبط قبل كده، او اهله رافضين ان يكون في حد كان مرتبط قبل كده. هو نفسه يرسم هنا الشخص ده كل طاقته كده، بس مش عارف يعمل ايه، مش عارف يقدم لك حاجة هنا. كل اللي بيعمله ان هو بيطلعك هنا هو من حياته، بيبعدك. كان توكسيك جدا عليك هنا، كان نرجسي جدا هنا. الشخص دوت مش هيستمر على الوضع ده. الشخص دوت مقيمك جدا، وحاسس ان هو فعلا يعني
يعني انت مالكش ذنب في الظروف ديت، وان هو فعلا محتاجك في حياته ومقيمك حلو جدا، مش قادر ياخد خطوة حاليا وده مضايقه جدا. مدي ال9 سيوف هنا، حاسس بمشاكل كتير. شايفك ال7 كؤوس هنا، حد ما تتعيبش في حاجة بالنسبة له هنا، الموضوع ما فيهوش مشكلة. هو ممكن يكون هو متقبل الحكاية ديت، بس هو مش عارف يعمل ايه، لسه مش عارف ياخد خطوة، مش عايز يعشمك فيه هنا هوت، لانه مش متأكد ان هو يقدر ان هو يحقق ان هو استقرار، وكان اسهل عليه ان هو يمشي من العلاقة. هو كان اسهل عليه ان هو يبعد، نهى العلاقة ديت. متضايق جدا ان هو نهاها بعد ما هو اللي اختار انه لا. الشخص دوت بيفكر تاني، ومش يعني اللي مضايقه نظرة المجتمع او الناس اللي حواليه، مش هو اللي متضايق، هو نظرة المجتمع هنا. والناس اللي حواليه زي اهل مثلا ممكن يكونوا رافضين العلاقة ديت، وممكن يكونوا صحاب هنا بينصحوه ان لا مفيش داعي، ممكن تتجوز حد يعني يكون مش مرتبط قبل كده ولا معاه اطفال مثلا، خاصة لو هو ما سبقلوش اصلا الزواج هنا. الشخص دوت حيران جدا جدا، مش عارف يختار ايه هنا، ومش عايز يسيبك لوحدك، مش عايز يكون لوحده، ومش عايز يسيبك لوحدك هنا. صعبان عليه، يعني صعبان عليه ان هو جه عليك، يعني جه عليك اكتر من الزمن واكتر من الحياة واكتر من ضغوط الحياة هنا. ممكن كمان يكون اهله مختارين له حد تاني هنا، او يعني شايفين له جوازة تانية غير دي. الشخص دوت يعني اتعامل بطريقة مش كويسة مع الموضوع دوت، يعني ممكن يكون قال كلام جارح هنا، او وصل لك الكلام بطريقة مش كويسة جارحة، مع ان هو مقدرك جدا وبيعزك جدا وانت غالي على قلبه. بعد ما كان مش راضي ياخد خطوة خالص، عايز يصلح الشخص ده، طاقته فيها ان هو يغير حاجة هنا، يحاول يعني يصلح الامور، او يحاول ان هو يعني ايه يهدي الامور، او يقنع اهله مثلا بالحكاية دي، لانه فعلا في حب هنا. هو ندمان جدا وعنده خذلان، لانه فعلا ما حسش الراحة ديت مع حد قبل كده، حاسس ان بينكم كده كيمياء، وان بينكم كده ود، وبينكم كده تفاهم كبير، يمكن ما شافوش مع اي حد تاني. عايز يتكلم هنا، يعني عايز هنا يتكلم ويقول كلام كتير، وعايز يتواصل حتى لو هو قطع التواصل بنفسه، لا هو هنا عايز يتواصل، يعني عايز يقول ان هو مختارك، وان هو عاوزك، وان هو رافض جدا ان هو يعاملك بالاسلوب المش كويس ده، وان هو يقلل منك بالطريقة دي. الشخص دوت على فكرة يعني بيعيد تفكير في العلاقة ديت، وبيفكر ياخد قرار صح، والقرار الصح بالنسبة له ان هو ما يتعاملش معاك بالاسلوب دوت، ولا يقلل منك، ولا يجي عليك اكتر من كده. وان هو كمان حس ان هو قل من نظرك لما هو عمل كده كمان، ومن نظر نفسه، يعني هو نفسه ندمان ان هو عمل كده، وان هو جه عليك هنا. الشخص دوت كل طاقته ان هو عايز يرجع هنا هو التاني، ويحايلك ويقنع اهله بيك هنا هوت، ويرسم او يرتبط هنا هوت، ويحقق لك هنا هوت ارتباط مستقر ماديا وعاطفيا. الشخص دوت مش هيستغنى عنك، وهيحارب على العلاقة ديت، بس هو لسه ممكن يكون ما اخدش قرار بجد ان هو يجي، يعني هو 90% في دماغه كده، او في طاقته كده، وممكن بإذن الله يعني تلاقيه جايلك في اقرب وقت ممكن. اتمنى لكم السعادة جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا لحسن المتابعة.